من أقوال الشيخ الشعراوي: من ظن بالله خيرا أدهشه برحمته وكرمه. سيدنا يعقوب عليه السلام ولاده أقرب الناس ليه، بيقولوله أنت هتفضل تفتكر يوسف ولحد ما يذهب عقلك وجسمك يضعف وتموت. مفيش أمل، هتموت ويوسف مش هيرجع. الكلام ده بيتقاله بعد ما اتعمى من كتر حزنه على يوسف وأخو يوسف. كمان ولاده بدل ما يدوله أمل أو يصبروه قفلوها خالص، ويكون ردوا عليهم بكل هدوء. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا بشتكي ربنا وعندي يقين فيه. أنا عارف إن ربنا سمعني ومش هيردني. ومش بس كده، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قمة اليقين وحسن الظن والتفاؤل. روحوا شوفوا أي أخبار عن يوسف وأخوه، ده واثق قوي رغم الدم اللي كان على قميص يوسف والسنين الكتير وفقدان البصر وفقدان أخو يوسف وإحباط اللي حواليه. عنده يقين لدرجة بيقول لهم روحوا اسألوا عنهم، ويختمها إنه يديهم جرعة تفاؤل. ما تيأسوش من رحمة ربنا وكرمه، ما تخلوش الظروف تحبطكم. ربنا قادر لا يعجزه شيء. اللي بييأس من رحمة ربه مش عارفه صح ولا مؤمن بيه. بيديهم جرعة تفاؤل وهو فاقد بصره من كتر الحزن، وبيعلمنا إن بكائك وحزنك مش قلة يقين. إحنا بشر هنحزن ونبكي ونتعب، بس قلوبنا هتفضل ثابتة وراضية ومليانة يقين ورضا. حزن اشتياق مش حزن اعتراض. فاللهم ثبات يعقوب ويقينه، اللهم فرحة يعقوب، اللهم وتدبيرا كتدبيرك ليوسف، ونصرا مبهرا كما نصرته. تحياتي